ده ايه؟ ده فول مدمس. طريقته ازاي؟ بنجيب فول عادي خالص، الكيلو ده منه كان ب34 جنيه. جبت معاه كمان ربع حمص ب15 جنيه عشان يرفع من فايدته اهو، عشان الاطفال اللي هتاكل منه. تمام. وحطيت معاه كمان حوالي تمن عدس، يعني بحوالي 10 جنيه او اقل. وان شاء الله هنشوف ده هيعمل معانا كام باكت نستخدمه للفطار. طبعا انا ببيته الاول في ميه، بغسله وبنقعه في ميه دافيه وبسيبه تاني يوم للصبح، يعني بنقعه من بالليل والصبح اغير الميه بتاعته. وبعدين اعمل ايه بقى؟ وبعدين اقوم حطاه في الحله دي، حله ضغط 6 لتر، بقفله كده. بس انا النهارده قلت هجرب اعمله من غير الغطا، يعني انا على طول بحطه نص ساعه بيبقى الفول اتدمس معايا. النهارده مثلا واخد معايا حوالي ساعه وربع بعد النقع. انا رفعت من الفايده بتاعته بالحمص وبالعدس. طبعا بيوفر عليا كتير جدا بقى في الفطار، في وجبه الفطار بعمله في اكياس كده وبحطه في الفريزر بس لما يبرد، علشان خاطر السخونيه بتاعه الفول ما تتفاعلش مع الاكياس العاديه اللي عنده اكياس صالحه اكتر، يعني تمام مفيش مشكله. واهم حاجه انا هوريكم طريقه الاكياس علشان خاطر نحافظ على ما ياخدش مساحه مننا، وكمان وقت الفك من التفريز يبقى سهل معانا.